بسم الله الرحمن الرحيم، ومستمرين في مراجعة ثالثة ثانوي آخر شهر ونص في مادة الأحياء. بعد ما شرحنا مراجعة المناعة في النبات، جاء الوقت إن احنا نحل عليها الأسئلة. نختار لكم أهم الأسئلة السنين اللي فاتت، النظام بيجي إزاي، الأسئلة بتيجي إزاي. تعالوا نشوف مع بعض. أسئلة سهلة، في أسئلة صعبة، نتدرج في المستويات، ولكن أهم حاجة نعرف إزاي بنحل، نعرف إزاي بنفكر في السؤال، وده أهم حاجة. أول سؤال عندي بيقول إيه؟ بيقول لي أي من هذه لا تعتبر من مسببات الأمراض. خلاص؟ دلوقتي أنا مسكت السؤال، هبص أول حاجة أي من هذه لا يعتبر، مش يعتبر. المهم نركز في الحتة دي عشان ما نتلخبطش. يبقى أنا أمسك سؤالي واحدة واحدة، أي من هذه لا يعتبر من مسببات الأمراض. يعني معنى كده إن هنا في 3 مسببات أمراض، والاختيار الرابع هو إيه؟ هو اللي مش مسبب للمرض. تمام؟ نيجي نشوف كده. أول إجابة عندي اللي هي البلازموديوم. البلازموديوم إحنا درسناه في المناعة في النبات إن هو كان بيسبب لي مرض اسمه إيه؟ مرض الملاريا. تمام؟ فإذا هو كده مسبب للمرض ولا لأ؟ مسبب للمرض، لأن هو مسؤول عن مرض الملاريا. المنظر ده؟ طيب، تاني اختيار فيروس الانفلونزا. الانفلونزا مين فينا ما جالوش فيروس قبل كده انفلونزا؟ مين فينا ما جالوش برد في الشتاء؟ كل ده فيروس من الانفلونزا. فاذا فيروس الانفلونزا هو مسبب من مسببات الامراض. طيب، سلالة بكتيريا ار. سلالة بكتيريا ار دي احنا خدناها في المنهج ليه؟ او مسببه ايه؟ بتسبب لي سلالة البكتيريا ار دي بتسبب لي اللي هو فيروس الالتهاب الرئوي، زي ما احنا درسناها في المناعة في النبات. يبقى سلالة البكتيريا ار دي المسببة لفيروس الالتهاب الرئوي. طيب، نيجي رابع اختيار عندي الا وهي بكتيريا تثبيت النيتروجين. هي دي الاجابه الصح بتاعتي، سواء عن طريق الاستبعاد او عن طريق ان انا ابقى عارف ان بكتيريا تثبيت النيتروجين دي اللي بتعمل لي نيتروجين فيكسيشن، تثبيت النيتروجين في التربه، وليست مسببه لمسببات الامراض. البكتيريا دي لو مش موجوده مش هيبقى عندي اي زرع يقدر يقوم، لان الزرع عشان يقوم لازم يبقى محتاج نيتروجين، لان عنصر من عناصر التربه الاساسيه. فإذا بكتيريا تثبيت النيتروجين من أهم البكتيريا وليست مسببة للأمراض. فإذا لما أجي أقول أي من لا يعتبر من مسببات الأمراض، يبقى الإجابة بتاعتي إيه؟ بكتيريا تثبيت النيتروجين.